في فيلمين انجليش نزلوا الاسبوع ده وشفتهم امبارح وهتكلم عليهم النهارده. الفيلم الاول وهو بلينك توايس. النص الاول منه نجح بشكل جيد جدا انه يقدم الشخصيات ويعرفنا حبكة الفيلم، وان مجموعة ناس معزومين في اجازة عند رجل اعمال غني جدا، وبنتعرف على كل واحد وكل شخصية حقيقي كانت متميزة جدا، والغموض بيتوظف صح وبتبقى بتتفرج وانت عارف ان الامور مش تمام واكيد في سر. وبعدها بندخل على النص التاني واللي كان ممتاز على كل الاصعدة، وبنشوف البلوت تويست واللي كانت جامدة جدا، وكمان تسلسل النهاية كان صادم وعنيف وغير متوقع بالنسبة لي. يمكن بس مشكلتي مع الفيلم ان في تفاصيل تفسيرها ما كانش افضل حاجة، وطبعا دي التجربة الاخراجية الاولى للممثلة زوي كرافيتس، وحقيقي موفقة جدا. الاداءات التمثيلية ممتازة من الثلاثي تشانينج تيتم ونايومي اكي، وكذلك ادريا ارجونا، وده تاني دور جامد ليها السنة دي بعد فيلم هيتمان. وبشكل عام الفيلم ده ياخد عندي تقييم 8.5 من 10. اما الفيلم التاني واللي مش برشح اي حد اطلاقا يشوفه وهو ذا كرو، ده بقى ولا فيه سيناريو ولا حوار ولا تمثيل ولا اخراج ولا مشاهد اكشن كويسة حتى، ولا مونتاج ولا ميكساج ولا مكياج، وكل عنصر سينمائي بيجي في بالك فهو مهزلة في الفيلم ده حرفيا. الحاجة الوحيدة كويسة اجتهاد بيل سكارسجارد، ولكن موصلش للأداء الجيد برضه، وعلشان كده تقييمي 3 من 10.